أهلا بيكم في حلقة جديدة على اليوتيوب. الحمد لله على السلامة، رجعنا تاني بعد فترة توقف تقريبا 3 شهور. كان آخر امتحانات عندي في الكلية والحمد لله خلصنا، ونرجع تاني بقى نركز وننزل حلقات أكتر وأقوى من اللي فات إن شاء الله. آخر حلقة عملناها كنا اتكلمنا عن مخاطر وأضرار نزول الوزن السريع من حصوات على المرارة وخسارة في العضلات ولخبطة في الهرمونات، واتكلمنا برضو عن النسبة الصحية لخسارة الوزن. اللي اكتشفناه بقى بعد كده ان ناس كتير فعلا كانوا بيقعوا في الاخطار دي وحصل عندهم نفس المشاكل اللي قلنا عليها، وكان في عدد كبير جدا قال لي على الموضوع ده ان حصل معاه فعلا. فعشان كده حبيت اعمل فيديو تاني نصلح فيه اللي حصل لو انت كنت وقعت في الغلطة والغلطات بتاعه الحلقة اللي فاتت، ازاي بقى تصلحها. وده اللي هنتكلم فيه في موضوع الحلقة بتاعت النهارده. اول حاجة عاوزين نركز عليها اننا بعد ما قللنا اكل جامد وخسرنا وزن كبير في فترة صغيرة وحرفيا بوظنا حرق الجسم والميتابوليزم والهضم بتاعنا، لازم نرجع نزود أكل تاني بالتدريج. أيوه زي ما سمعت كده، نزود الأكل بتاعنا علشان نصلح من الحرق اللي باظ ده والميتابوليزم، ونرجع الجسم لطبيعته والكميات الطبيعية للأكل اللي أي جسم بيحتاجها. ومش نزود أكل وخلاص ولا نقلل أكل وخلاص عامة، ولا تزيد بسرعه ولا تقل بسرعه في الاكل، لان جسمك هياخد رد فعل عكس اللي انت عايزه. فمش مثلا عشان تكون عاوز تزيد في الوزن تزود اكلك مره واحده، او العكس تكون عاوز تخسر وزن تقلل اكل مره واحده. طبعا لما تعمل كده تقلل اكل مره واحده، ده اللي اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت وقلنا كل المخاطر بتاعته. في الحلقه دي بقى هقول لك على الحاجات اللي هنصلح بيها اللي حصل المره اللي فاتت. فمش هنعمل نفس الغلطه ان احنا قللنا اكل المره اللي فاتت فنيجي هنا نزود اكل بسرعه جامد مره واحده، لا، هنزود كل حاجه بس بالتدريج. ودي هنعملها ازاي دي؟ اننا هنزود كل اسبوع تقريبا 150 ل 200 سعره بس. يعني مثلا لو كنت قللت اكل جامد مره واحده وصلت ل 1000 سعره او 1300 سعره، طبعا ده رقم خطر. الاسبوع اللي بعده هنرجع بقى نزود 150 ل 200، يعني نقول مثلا هتبدا على 1500 سعره حراريه بس. والاسبوع اللي بعده مثلا نزود 150 او 200، يعني نقول مثلا يبقوا 1650 او 1700 وهكذا لحد مثلا توصل ل 2000 سعره حراريه. وبعد كده تحسب بقى لحد ما نوصل للمينتيننس بتاع الجسم، اللي هو سعرات الثبات بتاعتنا، اللي هو لما ناكلها ولا نزيد في الوزن ولا نقل في الوزن. طبعا مش بتعرف تجيبها بالظبط قوي بس الى حد ما تقريبيه، ولو مش عارف تحسبها كنا عملنا فيديو قبل كده ازاي تحسب سعراتك اصلا والسعرات الموجوده في الاكل وتعرف المينتيننس بتاعك كام. هحط لكم لينك الحلقه دي فوق هنا او في الديسكربشن تحت، ممكن تسمعها عشان تعرف تحسب لنفسك الحسبه دي. طيب وبعد بقى ما توصل للمينتيننس او سعرات الثبات هتثبت عليها كام اسبوع؟ قول مثلا من اسبوعين ل4 اسابيع، عشان الجسم يبدأ بقى يصلح المشاكل اللي حصلت فيه ويرجع لطبيعته وترجع الحرق والميتابوليزم تاني للطبيعة بتاعته. والمدة دي بتختلف بين شخص والتاني، يعني واحد تاني يرجع بسرعة واحد تاني يأخر شوية، على حسب انت برضو قللت أكل بسرعة قد ايه. ولما تيجي تعمل كده طبيعي ممكن رقم الميزان يزيد حاجة بسيطة، يزيد مثلا شوية مية، عضلاتك ترجع تاني للنسبة الطبيعية بتاعتها. فما تخليش رقم الميزان يقلقك. وعايز نصيحتي ما تخليش رقم الميزان هدف اصلا. انا من رايي ممكن ما تتوزنش اصلا الفتره دي، لان صحتك وبعد كده يجي شكل جسمك اهم بكتير جدا من مجرد رقم ميزان. غير طبعا نفسيتك، انك ممكن تكون في ناس كتير بتبقى ماشيه كويس وعامله نتائج كويسه باينه عليها لكن رقم الميزان بيحبطهم. فانت على ايه تقعد تتعب نفسك وتقعد تشوف ميزانك كام وصل كام زاد ولا نزل وتقعد توزن على الميزان كل يوم واول ما تصحى من النوم وقبل ما تنام وفي نص اليوم؟ ملهاش لازمه خالص، هتتعب نفسك على الفاضي. لان انا اعرف ناس كتير فعلا كده، ناس كتير كده للاسف وهم عاملين نتائج كويسه بس بيقعوا ومش بيكملوا بسبب رقم الميزان ده. فلما تيجي تصلح اللي حصل بعد ما قللت اكل جامد وانت راجع، يفضل ما تقفش على الميزان اصلا، ما يبقاش ده هدفك اصلا موضوع الميزان. احنا دلوقتي هدفنا نصلح اللي حصل. وتاني حاجه يفضل يكون في تمرين، لان التمرين مهم جدا بالذات في الوقت ده، لانه هيرجع الكتله العضليه عندك للنسبه الطبيعيه عشان تقوم بوظائفك الحيويه عامه في اليوم. ما هي العضلات مش شكل بس، لا، وكمان التمرين هيخلي الجسم مشدود ويقلل من الترهلات. والتمرين برضه هيساعدك نفسيا وهيزود من الحرق عندك. طبيعي ان انت بذلت مجهود زياده، فمش محتاج انك تقلل اكل قوي عشان خاطر تخس، لا، انت اوريدي برضه هتكون عملت مجهود فحرقت شويه حلوين وعضلاتك بتزيد، برضه ده بيزود من الحرق على المدى الطويل. فهيخلي الاكل عندك لحد ما نسبه كويسه، مش هتبقى محتاج تعمل عجز كبير عامه في السعرات بتاعتك. وفي المقابل برضه مش هتجوع في الدايت فهتعرف تكمل. فكله مربط مع كله، الدايت والتمرين بيربطوا مع بعض بشكل كبير جدا. الدايت لوحده من غير تمرين كويس، التمرين لوحده من غير دايت احسن من بلاش، لكن الاتنين مع بعض هتاخد الفوائد بتاع كل واحد اعلى بكتير من لو عملت كل واحد لوحده. كده يبقى قلنا اول حاجه هترجع تاكل تاني وتزود اكل بالتدريج، تاني حاجه يفضل يكون في تمرين،
تالت حاجة بقى ودي نقطة مهمة جدًا وهي الquality not quantity. الquality نفسها بتاعة السعرات اللي بتدخّلها لجسمك مهمة زي الكمية، الكمية مش كل حاجة بس، مش على السعرات بس، الquality نفسها بتاعة الأكل اللي بتاكله بتفرق ومهمة، بالذات في الفترة دي اللي إحنا بنحاول نصلّح فيها اللي حصل. يعني لو دخّلت لجسمك مثلًا 100 سعرة من الرز و100 سعرة من الآيس كريم، الاتنين 100 سعرة أهو، بس هل الاتنين هم؟ مستحيل. جسمك هيتعامل مع ال100 سعرة اللي خدتها من الرز أو مصدر أكل صحّي هيستفاد منهم، عكس ال100 سعرة اللي خدتها من الآيس كريم أو أكل غير صحّي، الجسم مش هيستفاد منهم. عشان كده مثلًا لمّا حد يكون رفيّع مثلًا عاوز يزيد في الوزن، حد يقول له مثلًا كُل كتير وخلاص أي حاجة تيجي في وشّك، ما هو لو دخّل سعرات كتير من أكل غير صحّي، الجسم مش هيستفاد منهم، وهيكون شبع فمش هيعرف ياكل أكل صحّي الجسم يستفيد منه، فبالتالي مش هيعرف يزوّد في الوزن، وهيبقى متفاجئ إن هو بياكل كتير ومش بيزيد، عشان الquality نفسها بتاعة الأكل مش كويسة. ورابع حاجة وهي إنك تزود من نسبة البروتين في الأكل بتاعك، وتدخّل لجسمك نسبة بروتين كافية، عشان عضلاتك، علشان هرموناتك، حرفيًا كل حاجة في جسمك بتبقى محتاجة بروتين علشان تشتغل كويس. ولو عاوز برضه تعرف تاكل بروتين قد إيه ونسبة البروتين اللي أنت محتاجها قد إيه، عملنا برضه فيديو كامل قبل كده عن الموضوع ده، هاسيب لكم اللينك بتاعه فوق هنا، أو برضه هاسيبها لكم في صندوق الdescription تحت. فحرفيًا كل حاجة هتبقى محتاجها في الطب، المكملات، التمرين، الدايت، هتلاقوها إن شاء الله في القناة هنا. فلو لسه ما عملتش سبسكرايب ممكن تنزل تعمل سبسكرايب دلوقتي وتفعل جرس التنبيه عشان الحلقات تجيلك أول ما تنزل على طول. وخامس حاجة بقى معانا وهي للأسف ناس كتير بتهملها، حتى لو مش شرط عاوز تصلح اللي حصل زي ما قلنا، لأ، عامةً لو أنت حتى ما بوظتش حاجة ناس كتير بتهمل النقطة دي، وهو المايكرو نيوترينت، الفيتامينات والمعادن اللي الجسم بيحتاجها. ناس كتير بتهتم بالماكرو نيوترينت، ماكرو يعني حاجة كبيرة اللي هو البروتين والكارب والفاتس أو الدهون. المايكرو بقى اللي هو الحاجة الصغيرة، الفيتامينات والمعادن مهمة جدًا للجسم وللأسف مش كُلّه بيهتم بيها ومش كُلّه بيعرف يدخّلها من الأكل بتاعه بنسب كافية، لإن الفيتامينات والمعادن دي بتخش في إنزيمات كتيرة جدًا، الإنزيمات دي بتساعد في الهضم، طبعًا ليها وظايف تانية كتيرة. فلو مش بتاكل مثلًا خضار وفاكهة كويس في الأكل بتاعك على مدار اليوم، يُفضّل ممكن تجيب سواء multi vitamin أو omega 3 أو مكملات خارجية من مصدر خارجي من برّه تعوّض بيها النقص بتاع الأكل بتاعك بالذات في الفيتامينات والمعادن. برضه حتى في المكملات ناس كتير بتهتم بالبروتين والكرياتين وينسوا المالتي فيتامين والفيتامينات اللي هم محتاجينها. وطبعًا لو عاوز تشتري مكملاتك كلها وفيتاميناتك سواء بروتين، كرياتين، مالتي فيتامين، أوميجا 3، أي شيء هتحتاجه هتلاقيه موجود في دكتور بيل ستور، هتلاقوا لينك الويب سايت في الديسكربشن تحت برضه، وممكن تدخل تطلب وما تنساش تستخدم كود خصم دكتور فيت 5 هيديك خصم إضافي على الأوردر بتاعك. وبس كده دي كانت حلقة النهارده، ومبسوط إن أنا عملت حلقة تاني بعد فترة اختفاء بعد الامتحانات، بس إن شاء الله الفترة دي مش هتتكرر تاني، والفترة الجاية يبقى في حالات أكبر بكده. ولو عندكم أي سؤال في الموضوع أو عاوزين نتكلم عن حلقات جاية أكتر اكتبوا لنا في الكومنتات تحت برضه، وما تنساش get fit with Dr. Fit. استنوا الحلقات الجاية.